الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. القضية الفلسطينية أشغلت العالم على امتداد قرن تقريبا، وتحديدا بعد 1948 وتأسيس دولة وإعلان دولة إسرائيل وانشغال العالم بهذا الصراع اللي هو كان في البداية صراع فلسطيني إسرائيلي، لكن له ارتداداته وتبعاته على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. في الأيام الأخيرة أيضا يعني برزت هذه المسألة، مسألة الصراع بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي على مسألة جزئية سكان حي الشيخ جراح. طبعا حكم المحكمة، يعني البعض يحاول تفسير الموضوع على أنه ملكية البيوت لمن تعود بموجب العقود التي صكت في بعد 67 والأختام الموجودة، أنه هي بيوت كانت لليهود واستأجرتها المملكة الأردنية للفلسطينيين بموجب عقد معين ومنصوص عليه، والآن يعني ينبغي إخلاء هذه البيوت. اللي نفترض جدا أنه هاي الحجة هي حجة قانونية صحيحة، لكن القضية الفلسطينية مش هالتفصيل، يعني مش تفصيل أنه مجموعة من الأجارات من البيوت المستأجرة انتهى يعني صلاحية العقود، وأنه الناس راح يصيروا ينكبوا في الشارع. الموضوع أبعد من هيك، الموضوع أعمق من هيك. ربما في هذا التفصيل القانوني الدولة الإسرائيلية تكسب، لكن المسألة الأخرى أنه الكثيرين من الفلسطينيين إذا رفعوا دعاوى على الدولة إسرائيل وطالبوها بالأراضي التي بنيت عليها عشرات بل مئات آلاف المستوطنات، هل سيحكم القضاء الإسرائيلي أو القضاء الدولي للفلسطينيين بهذا الخصوص ويجرم دولة إسرائيل وكل المنظومة السياسية والإعلامية التابعة لهذه الدولة؟ هذا هنا السؤال. يعني لنفترض جدلا أن هذه البيوت هي بيوت ليهود والعقود صحيحة وسليمة. هؤلاء اليهود الذين امتلكوا هذه الأراضي من أين أتوا وكيف حصلوا على البيوت في حي الشيخ جراح؟ هذا هو السؤال. أنا بتقديري يعني المسألة أعمق وأعقد من هذا التفصيل البسيط اللي بيحاول البعض أنه يبرر أو يلتمس أعذار لإسرائيل بشكل أو بآخر. اثنين، أيضا هنالك مساعي لتفسير الموضوع على أنه صراع بين حماس وإسرائيل. مش صحيح هذا الكلام. يعني حماس اللي بيرجع لتأسيسها بعتقد يعني بال 88 تأسست. حتى هنالك قراءات ودراسات تقول أنه إسرائيل ضالعة في تأسيس حركة حماس. طبعا في السياق العام لفترة السبعينات والثمانينات اللي يعني كانت في اتجاه دعم الحركات الإسلامية والفصائل الإسلامية في مواجهة اليسار. جرى ذلك في مصر، جرى ذلك في سوريا، وجرى ذلك أيضا حتى على المستوى في إسرائيل بدعم الحركات الإسلامية لمواجهة الفصائل الإسلامية، عفوا اليسارية الثورية الفلسطينية. فالقضية مش قضية يعني حماس كتنظيم مشتبه في نشأته على الدور الإسرائيلي في والضلوع الإسرائيلي في تأسيس هذا التنظيم وخروج هذا التنظيم عن السيطرة، مثل ما جرى في أفغانستان وتأسيس القاعدة والتنظيمات الجهادية التي خرجت عن سيطرة داعميها وانقلبت عليهم لاحقا. هذا كمان موضوع قابل للأخذ والرد، لكن الأساس في الموضوع والجوهري اللي يصار إلى حرف الأنظار عنه هو حصر المسألة أنه صواريخ حماس وصراع حماس تنظيم يعني تكفيري أصولي أرهب وأجرم بحق الفلسطينيين. يعني واتخذ غزة إمارة ودروع بشرية، هذا كله صحيح.
لكن الآن القضية أعقد من هذا التفصيل البسيط. ومن يفسر الموضوع على هذا النحو هو يخدم يعني السردية والرواية الإسرائيلية بهذا الخصوص، ومحاولة حصر المسألة الفلسطينية والصراع مع الفلسطينيين اللي هو صراع وجود، مش بس بالنسبة للفلسطينيين، بالنسبة للإسرائيليين كمان، يعني هو صراع وجود، يعني مش صراع حدود ومناطق وهيك مسائل. أنا زرت فلسطين ورأيت رؤية العين كمية المستوطنات المهولة الموجودة ضمن أراضي السلطة الفلسطينية، أراضي اللي يفترض أن تخليها إسرائيل بموجب اتفاق سلام أنه تخلي هذه المستوطنات وخلص هذه الأراضي، سواء 18% 20% من المساحة الحقيقية لفلسطين، هذه الأراضي بموجب اتفاق السلام أن تفترض يعني يبنى عليها تبسط السلطة الوطنية الفلسطينية نفوذها وسلطتها عليها كمقدمة دولة فلسطينية. يعني 18% 10% 5% من الأراضي الفلسطينية ينبغي أن تخليها إسرائيل بموجب اتفاق. يعني إسرائيل لم تحترم تعهداتها للفلسطينيين واتفاق السلام التي أبرمته مع الفلسطينيين على عيوبه وعلى علله. إسرائيل لم تحترمه. الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية وياسر عرفات ومنظمة التحرير كانوا آتلين حالهم على هذا الاتفاق، وراضين يعني عرفانين أن القصص الشعارات والأنظمة والحكي عن المقاومة هذا كله كذب وضحك على اللحى واستثمار، سواء كان من نظام صدام حسين أو نظام حافظ الأسد أو كل الأنظمة العربية. يعني سقطت الشعارات والحجج، فكانوا رضيانين يعني الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية. لكن إسرائيل لم تحترم التزاماتها وتعهداتها تجاه الأطراف الدولية. يسارع إلى تفسير الوضع وكأنه الفلسطينيين عملوا مؤتمر في سويسرا وقالوا خلاص سنؤسس دولة فلسطين على أراضي إسرائيل، وعملوا يعني اتفاقات وبروتوكولات ومخططات وعصابات وتآمروا على الإسرائيليين المساكين وإجوا واحتلوا أراضيهم وقتلوهم وعملوا مذابح وفظع. كل الأمور اللي سواها الإسرائيليين كتوطئة ومقدمة لتأسيس دولة، وكأنه يعني الفلسطينيين اللي سووها بحق الإسرائيليين. يعني الواحد لما بيقرأ هاي التحليلات الموجودة حاليا يصل إلى هاي النتيجة أنه إسرائيل كانوا مظالم، يعني هن كما ظلمهم هتلر، والفلسطينيين كمان ظلمة لليهود وللإسرائيليين. طبعا الواقع أبدا مش هيك. يعني هلا ما فينا نحمل شعب عيوب تنظيم أو تنظيمين أو ثلاثة أو بعض المثقفين أو بعض المرتزقة. في هيك تفسيرات سطحية وتافهة يصار يعني إلى تحميل الفلسطينيين وعدالة قضيتهم وزر عيوب وقبائح بعض سياساتهم الخاطئة أو علاقاتهم الخاطئة، بصرف النظر عن الظرف اللي أتت فيها تلك العلاقات مع صدام حسين ومع كذا. يعني هي التفاصيل أنا حكيتها في مقالي المنشور في موقع درج، ولا أريد يعني التكرار في هذا الخصوص. لمن يريد يعني بإمكانه أن يراجع المقال. فيما يتعلق في جزئية الحالة الكردية، يعني أيضا البعض من الأكراد يتململون من مسألة التضامن مع الشعب الفلسطيني، ويأخذون ببعض هذه الحجج والمبررات. من هم هؤلاء الأكراد؟ يعني جزء منهم مثقفين وعوام، جزء منهم موالي للمجلس الوطني الكردي اللي هو جزء من الاحتلاف اللي هو يحتل عفرين، ويعني لا يحمل السلاح ضد الاحتلال التركي وفصائل المعارضة السورية التكفيرية الجهادية الإرهابية. جزء من هؤلاء الأكراد اللي يمتعضوا أو ينتقد من التضامن مع الفلسطينيين بحجة عفرين. هم نفسهم ساكتين على موضوع عفرين سياسيا. هلا الحكي العام
الكل يحكي، لكن في المواقف السياسية بيصير تردد وتراجع. الجزء الثاني من هم؟ هم أيضا موالين لحزب العمال الكردستاني اللي ورط أكراد سوريا في صراع دموي مع تركيا، واستجر الاحتلال التركي إلى عفرين. يعني بعض الفلسطينيين أو الفصائل الإسلامية الموجودة في عفرين ما نزلت الفصائل الإسلامية الموجودة في عفرين بمعية قوة الاحتلال التركي ما نزلت من السماء، اجت نتيجة أوضاع وظروف معينة هيأت لها سلطة حزب العمال الكردستاني في منطقة عفرين. الآن بعض المثقفين الموالين لهذا الحزب أو اللي يقدمون أوراق اعتمادهم أو اللي لدى هذا الحزب أو يتغزلون بهذا الحزب بحجج شتى، بيحاولوا يعني يلتمسوا يعني الأعذار لهذا الحزب، وهو حزب يعني متطرف ومتشدد وفظع في الأكراد، مثل لا يقل فظاعة من حركة حماس. هؤلاء يعني يتململون ويجدون أنه على الأكراد أن هي قضية فلسطينيين، صراع فلسطيني إسرائيلي، ما شو لنا علاقة بهذا الموضوع؟ شلون شو لنا مع علاقة بهذا الموضوع؟ إذا كان شو لنا علاقة حزب العمال الكردستاني في 82 ليش يعني كان بإمكانه أن يقول أنا محايد؟ ليش اشترك في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي؟ أدبيات حزب العمال ليش ينتقد قياما وقعودا إسرائيل وكذا، وبيقول يعتبر نفسه من المقاومة ومن القصص هي كلياتها. من حق أي شخص طبعا توجيه النقد للفصائل الإسلامية، للفصائل الكردية، للنخب المثقفين من كلا الطرفين، وأثناء المحاججة أو تبادل الانتقادات بيبين مستوى الوعي والإلمام والدراية من كلا الطرفين يعني للطرف الآخر. الانتقادات بعض الفلسطينيين للأكراد وموقفهم الأكراد يعني أيضا يعني فيه كثير من السطحية والتجني والغلو النزعة فينا نقول القومية يعني أو الدينية، خليط من القومية والدينية من هذا الموضوع. من هذا الأكراد أيضا انتقاداتهم يعني في منها وجيه وفي منها يعني سطحي، وكل واحد يعني حسب المستوى الوعي والإلمام تبعه يعني. لكن أنا يهمني بالدرجة الأولى الجانب الكردي، يعني المثقفين الفلسطينيين المتضامنين مع حقوق الأكراد ومع القضية الكردية كثر، هم بإمكانهم أن يعالجوا الموضوع تبعهم أو الجانب تبعهم أو حالة التجني والتطاول على الأكراد. هم يعني هي مسؤوليتهم، هي وظيفتهم. أنا أناقش حجج الأكراد، وهي بعتبرها يعني سواء على المستوى الثقافي أو الأدبي مهمتي بالدرجة الأولى لتجسير الهوة ما بين الجانبين، أو إزالة اللبس أو حتى التجني من الجانبين، كل طرف، الطرف الكردي على الطرف الفلسطيني والفلسطيني على الكردي. فبعتبر أنه هي وظيفتي أنه أقرب المسافة وأقلل من الاختلاف وأركز على نقاط الاشتراك. يعني في بعض الأكراد أنه بيقولوا مثل ما ذكرت أنه هي المسألة مش لا تعنينا في شلون لا تعني إنسانيا تعنينا بشكل أو بآخر. ليش لما أردوغان والإسرائيليين، تركيا وإسرائيل، بيصير عندهم مشاكل أو أزمات، نتنياهو أو ابن نتنياهو بيتذكر أنه يبرز العلم الكردي؟ هيك الأمور الاستعراضية والاستفزازية بيغاز العواطف الأكراد وبيخوف الأتراك. يعني ما في شيء حقيقي من الدولة الإسرائيلية تدعم أي مشروع كردي استقلالي دولة، ما في هيك شيء. يعني لو كانت عند الإسرائيليين نوايا
تشكيل دولة كردية، لا كانوا سووها. بمعنى أنه هي أكذوبة وخرافة إسرائيل الثانية والعلاقة الحميمة والوطيدة بين الأكراد والإسرائيليين، هي أكذوبة غرسها البعث وصار الكل يلوكها. العرب تركوها، وبعض الفلسطينيين ما زالوا يعني مع الأسف ما زالوا يليكون هاي الخرافة وهي الأكذوبة. على الطرف الآخر، يا حضرة الكردي المثقف، يا حضرة السياسي الكردي المثقف أو الإنسان العادي، إذا ما كان بيهمك أمر الفلسطينيين العرب، على الأقل إذا أنت فعلا شخص قومي وحريص على الأكراد في الموزمبيق أو في موريتانيا أو في المريخ، وعندك هذا الشعور القومي الجياش الحريص على الأكراد في كل مكان وفي المريخ، في فلسطين هنالك أكراد فلسطينيين، يعني خليك شوي حريص عليهم، يعني اهتم فيهم. من هاي الصواريخ اللي بتجي ما بتميز ما بين فلسطيني عربي وفلسطيني كردي، يعني هذا من جهة. من جهة ثانية، داخل إسرائيل كمان يعني في أكراد. فبالتالي الأزمة الموجودة في فلسطين تعنينا كأكراد على أكثر من صعيد، من ضمن يعني الضحايا من الجانبين سواء الإسرائيلي أو الفلسطيني فيهم أكراد، فاهتم بهؤلاء الضحايا. يعني بين إذا كان عندك هذا التمييز القومي العنصري ما بين الضحايا عرب وأكراد وهيك قصص، يعني فالنار التي والعانة هنيك مشتعلة هنيك بتلتهم الأكراد كمان، يعني مش بس تمتد إلى ديار الأكراد معنويا وإعلاميا كما هي ممتدة الآن، لكنها حقيقيا مش مجازيا تلتهم ضحايا أكراد موجودين في فلسطين. كثيرين يلوكون هيك أكذوبة وخرافة أنه لا يوجد تضامن فلسطيني مع حقوق الأكراد، لا يوجد تضامن فلسطيني، ما في مثقف فلسطيني تضامن مع الأكراد، وهذا أبدا قولا واحدا مش صحيح. يعني على مستوى القيادة الفلسطينية في 2019 كنت في ملتقى الرواية العربية في فلسطين، وفي نهاية الملتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى بالمجموعة. لكن للأمانة يعني كان موجود الروائي جان دوست والشاعر مروان علي، الاثنين حكوا، ويعني الثلاثة أبرزنا أنه نحن أكراد، والاثنين حكوا، كل واحد حكى من جهته عن العلاقة بين الأكراد والعرب والفلسطينيين والتمازج هذا. أنا ما حكيت يعني بصراحة، ما تركت الموضوع للصديقين وللأستاذين مروان علي وجاندوس، وحكوا كفوا وفوا. يعني ما يهمني في الموضوع انه اللقاء كله على بعضه كان بحدود 40 نص ساعة ل 40 دقيقة، اكثر من ربع ساعة ركز الرئيس الفلسطيني على الموضوع الكردي، يعني نص الجلسة ونحن ثلاثة، ومعانا بحدود 25 ل 30 كاتب ومثقف من الأردن ومن فلسطين ومن العراق ومن سوريا، وركز على الموضوع الكردي وأبدى كامل احترامه للأكراد وتضامنه مع الحقوق والمطالب الكردية والمسائل، وعرج على بعض الأمور والحساسيات السياسية. هذا شو يعني بعض الأكراد اللي هيك يلوكوا الكلام دون أن يمحصوا ويدققوا في هذا الموضوع. شو معنى رئيس سلطة فلسطينية ومنظمة تحرير فلسطينية يشيد بالأكراد ويعلن دعمه للقضية الكردية والحقوق الكردية أمام مثقفين عرب وأمام مثقفين ومسؤولين فلسطينيين وأمام 3 أكراد؟ شو بدك؟ لا يمكنني أن أحصي عدد المثقفين الفلسطينيين ذكورا وإناثا المتضامنين مع حقوق الشعب الكردي. يعني هي أكذوبة أنه لا يوجد فلسطينيين يتضامنون مع الحقوق الكردية، هذا هي الخرافة، بطلوها. لا أعلم مين اللي روج لهذه الأكذوبة وصار يسوقها بين الأكراد. نحن تضامنا مع الفلسطينيين والفلسطينيين لم يتضامنوا معنا. مش صحيح هذا الكلام قديما كمان يعني. وأنا ذكرت في مقالي فيما
المنشور في موقع درج، كيف كانت الفصائل الفلسطينية تقدم الدعم للفصائل الكردية في فترات الصراع مع تركيا، مع النظام العراقي حتى. يعني علاقات مسعود بارزاني كانت جيدة مع الفصائل الفلسطينية. علاقة جلال طلباني كانت جيدة جدا وممتازة مع الفصائل الفلسطينية. جلال طلباني كان يتحرك في أوروبا بوثائق يؤمنها له الفلسطينيين، وهي مذكورة يعني موثقة في مذكراته يعني في هذا الخصوص. حتى الزعيم الكردي الراحل ملا مصطفى البرزاني له مواقف جدا يعني نبيلة فيما يتعلق بحرب أكتوبر، وأوقف صراعه مع الدولة العراقية في وقت كان العراق والعرب كلهم مشتغلين ومنشغلين ومنهمكين في حرب أكتوبر. يعني كان هو إذا بده مصلحته أو انتهازي أو براغماتي أو ما بعرف شو، فكان راح يدخل يعني مع إسرائيل في هاي الحرب ضد والحرب التي هزمت فيها إسرائيل في حرب أكتوبر. يعني موقف الملا مصطفى البرزاني كان موقف مشرف. هذا الموقف بس كافي، هذا الموقف لا يثبت للطرفين، للطرف الفلسطيني وللطرف الكردي اللي حاليا عم يتململ ويبدي امتعاضه من المواقف الكردية، أنه هنالك وحدة حال ووحدة دم بين الشعب الكردي والفلسطيني. أعتقد أنه هذه الأزمة ستزول وستبقى، لكن الأزمة الفلسطينية والمحنة الفلسطينية والتراجيديا الفلسطينية مع الأسف الشديد هي يعني شأنها شأن التراجيديا الكردية، ستستمر مع الأسف الشديد. يعني هل حالة الانقسام هي بين النخب، الحالة السياسية، التمزقات الأهلية ستنعكس سلبا بشكل أو بآخر على تعامل النخب السياسية والثقافية مع هذه الأزمة؟ في هذا الفيديو الطويل شوي حبيت يعني أوضح وجهة نظري أكثر لأكون واضحا مع من يجيد الانتباه. يعني أما من لا يجيد الانتباه فيعني لا أعلم كيف أكون واضحا أكثر مما أنا عليه بهذا الخصوص. أتمنى يعني لهذه الأزمة أن تنتهي على خير وعلى سلام، لما هو يعني خير الشعبين، الشعب الفلسطيني والشعب الكردي وكل شعوب المنطقة. يعني أنا عندما أنتقد إسرائيل لا أعني في ذلك يعني اليهود شيء والإسرائيليين اللي بيمارسوا القتل في حق الفلسطينيين ويسلبوا أراضيهم شيء آخر. هذا واضح، ينبغي أن يكون واضح للجميع. يعني وعندما أدافع عن القضية الفلسطينية لا يعني ذلك مثل ما بيروج بعض السفهاء أنه هوشنج يعني مصالح شخصية. أي مصالح شخصية مع مجموعة شعبية، مع مجموعة أهلية، شعب محاصر مقموع مضطهد يعني بالكاد يؤمن ظروف معيشته اليومية. شو المصالح مع إسرائيل ومع الدول اللي تطبع مع إسرائيل؟ إذا بدي مصالح شخصية وعلاقات شخصية لازم أكون مع هؤلاء. بالمحصلة يعني المثقف لابد أن يكون مع القضايا العادلة، حتى ولو كانت هذه القضايا العادلة محاصرة ومقموعة والحيط المايل. أنا لا يمكن أن أكون مع يعني ترسانة إسرائيل من الأسلحة ومن العلاقات ومن الاقتصاد وفي وقت أنه مثلا عم شوف أنه في شعب مضطهد ومقموع. طيب نحن ليش ننتقد أنه الناس واقفة مع تركيا الدولة القوية ضد الأكراد الضعيفين؟ ليش ننتقد أنه الناس كانوا سلوك الفصائل الفلسطينية الواقفة مع صدام حسين وفي وقت أنه كيماوي صدام حسين كان يبيد الأكراد ويقمع ويقتل الأكراد ويفظع فيهم؟ لازم ما هذا السلوك اللي نحن بننتقده لازم ما نقترفه يعني كأكراد. فقضية انه والله هوشانج نسيان الأكراد ولا، القضية الفلسطينية كموقف وكأخلاق وكمبدأ هي قضيتي،
هي قضيتي يعني الآن. وفي تداخل ما بين هاتين القضيتين. أنا معني بالقضيتين على المستوى الإنساني، على المستوى الثقافي. وهذا بعتقد أنه صاير واضح لا يمكنني أن أرضي كل الفلسطينيين، ولا يمكنني أن أرضي كل الأكراد، وليس في وارد أن أرضي أي طرف. أنا أقول ما أقتنع به وما يملي عليه ضميري ووعي وقناعتي. ربما أكون مخطئ في هذا الخصوص، الأيام كفيلة بأن تكشف ذلك. أنا الآن على ما أنا عليه وعلى ما أعتقده وأراه صائبا أفعله، دون حساب للتوازنات الشخصية والتوازنات السياسية والتوازنات الهوياتية والمناطقية والقيل والقال والحكي الفاضي يعني. شكرا كثير على حسن الاستماع، ومعذرة على الإطالة. وأعتقد أنه قضية حساسة وشائكة وملتهبة. مثل هذه القضية حاليا سواء الفلسطينية أو الكردية تستحق منا وقفة تأمل وتحليل ومبدئي يعني. شكرا كثير، وألقاكم على خير.